السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ هنعمل النهاردة الغدا مع بعض. زي ما انتوا شايفين أنا طبعا خرطت بصلة وحطيت زيت وهدي معلقة توم. طبعا هنعمل بطاطس بالصلصة. طبعا حمرت البطاطس اهيت. انا طبعا مصفية طماطم يا حبايب قلبي. هنضرب الكمية كلها وارجع لكم يا حبيبي. بقى انا ضربت طماطم، عملت كمون. هحط البهارات بتاعتي. طبعا حطيت كمون وكزبرة وفلفل اسمر وملح، واقلب كل الكلام ده مع بعض. هقلبها كويس. ده الملح يا حبايب قلبي، كنت نسيت احطه. وهنسيبها بقى تتسبك. طبعا انا مخرطه غسله بطاطس ومخرطاها حسب التقطيع اللي انت حباها، حبه كبير حبه صغير زي ما انت عايزه. طبعا هنقلب الكلام ده مع بعض. هنغطي بقى على الحله ونشوف هنعمل ايه. انا طبعا حطيت حله عشان الفراخ ثانيه. انا طبعا غسله الفراخ كويس بالليمون، ملح، دقيق. غسلها كويس جدا. ويلا هنشوف هنعمل ايه تاني. اهم حاجه الفراخ تكون مغسوله حلو عشان الزفاره. طبعا حطيت بصله واحط فلفل اسمر وحبهان وورق لورا. طبعا الورق تغسليه قبل ما تحطيه في الفراخ. واحط شويه صلصه. عندك صلصه حط صلصه ما عندكيش حط طماطم. انا عندي التقليه بتاعه البطاطس هحط منها. طبعا انا غطيت الحله بتاعه الفراخ اهي. ونشوف البطاطس بتغلي يا حبيبي. هننزلها. استوت يا حبيبي. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه حبايب قلبي. طبعا الكلام ده بعد اذنكم طبعا، وربنا يخليك يا رب. هنقل بقى الفراخ على عنديت.
طبعا هيلتها على العين التانية. عفوا. ونعمل رز بقى. طبعا انا بغلي ميه عشان الفراخ، انا مش عايزه احط ميه ساقعه عشان تسرع من تسوية الفراخ. المية السخنة بتسرع عمايل عمايل التسوية في الفراخ، يعني حتى اللحمة كمان نحط مية سخنة، متحطش مية ساقعة. طبعا المية غلت هنحطها اهيت. يا حبيبي حطيت كله المية. هنحط مكعبين مرقة اهو، ونغطي عليها بقى تسيبها مع نفسها ونعمل الرز. حبايبي طبعا حطيتها نسيت اهو. هنحط الشعرية وانا اقلبها تاخد لون دهبي. طبعا في الوقت ده انا غسله الرز ومصفياه، غسلاه ومصفيه الرز. طبعا خدت اللون الذهبي يا حبايبي. طبعا حطيت المية وحطيت ملح. الفراخ استوت اهيت. طبعا انا الرز الاكل الغدا بتاعي يا حبايب قلبي، يا رب يعجبكم واللون يعجبكم. طبعا الرز بالشعرية يا حبايبي، شوربة فراخ انا محمراها، والبطاطس يا حبايبي. ويا رب يا حبايب قلبي كده الاكل يعجبكم واللون يعجبكم. وباي باي يا حبايب قلبي.